حبيت في البداية بس اسجل لكم المقطع دوت. انا بعتذر جدا ان انا طلعت معايا فراخ وكنت قايله الكلام ده في الفيديو اللي فات، فانا بعتذر لان انا كنت قايله ان انا مش هطلع اي لحوم ولا اي فراخ ولا اي حاجه. بس والله العظيم سهي عليا ان انا صورت وكده وانا ما كنتش واخده بالي غير بعد ما خلصت الفيديو. اسيبكم بقى مع الفيديو. اتمنى ما حدش يزعل مني او يقول دي بتقول كلام وخلاص، والله ابدا. بس بعد فعلا ما خلصته، والفيديو ده عندي بقاله تقريبا 10 ايام ومش عايزه انزله بسبب الموضوع دوت، فقلت اخد رايكم الاول كان في الفيديو اللي فات، وحبيت ان انا انزله واعرفكم اسعار الفراخ كام، واسيبكم بقى مع الفيديو. واتمنى ما اكونش ضيفه تقيله عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه، انا اسمي اسراء. وما تنسوش اللايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا النهارده معايا بقى فيديو مشتريات. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها مباركه، كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه مننا متقبلا يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. ربنا يا رب يجعل ايامكم اللي جايه كلها مباركه ويكبر بخاطر كل واحد يا رب، ويجعل ايامكم كلها رضا وسعاده وفرحه من القلب يا رب، اللهم امين يا رب. ربنا يجعل رمضان مبارك عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب، اللهم امين. يلا بينا ندعي لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، اللهم امين. واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين. يلا بينا نشوف اسعار النهارده الخضار. ما تستغربوش من الفرخه، انا لسه ما زلت مقاطعه. بس طبعا الفيديو المشتريات عند والدي، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه يا رب ويسكنه فسيح جناتي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فخلينا كده نشوف النهارده الاسعار عامله ايه في السوق. البصل اكتر حاجه اللي بسمع فيه اسعار غريبه، انا نفسي ما اشتريته بسعر غريب جدا. فخلينا كده ندخل من اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. اول حاجه معايا بقى الملوخيه. الملوخية الكيلو ب10 جنيه. دي نص كيلو ب5 جنيه، الكيلو ب10 ودي نص كده ب5 جنيه. بس فلاحي يعني وحلوة ما شاء الله اللهم بارك. فجبنا نص كيلو ب10 جنيه. طبعا الاسعار دي المشتريات دي علشان خاطر بقى رمضان هو خلاص على ابواب، ربنا يا رب يجعله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب، ويكبر خاطر الجميع يا رب. دي بقى كرومبايه. الكرومب انا عندي كنت جايبه كرومبايه من كام يوم، اللهم صل على النبي، كانت عامله 13 جنيه الكرومبايه دي. فالكرومبايه دي اللهم بارك يعني بألف هنا وشفا يا رب عليهم وعلى اللي ليه نصيب في اي حاجه وياكلها يا رب. انا كنت عندي زي ما قلت لكم جايباها ب 13 دي، اللهم بارك. هي كانت نفس الحجم تقريبا ب 10 جنيه. فشايفين فرق الاسعار بين المكانين، يعني هو في كل حته كل واحد بيبيع بالسعر اللي هو عايزه. فدي ب 10 جنيه اللهم بارك، حجمها حلو جدا اللهم بارك. يعني بصوا اللهم بارك، حجمها كويس جدا وحلو جدا بسعرها، يعني مقارنه بسعرها فجميل اللهم بارك يا رب بألف هنا وشفا. البصل بقى اللي هو بصوا مغلبنا والاسعار كلها مغلبانا عموما. البصل انا عندي ب15 جنيه، هنا عند والدي ب12 جنيه ونص. يعني انتوا متخيلين بصل كان ب5 جنيه، واول والله كنت اول ما اتجوزت وكده كنت بجيبه ال5 كيلو ب10 جنيه. فانتوا وكان بيوصل بجنيه وبجنيه ونص. يعني ايه ده؟ في ايه بجد؟ يعني ده الحاجه مش غليت 100%، ده غليت 5000%. انتوا متخيلين؟ البصل ب15 جنيه. انا عندي ب15، هنا ب12 جنيه ونص. فربنا يا رب يرحمنا برحمته يا رب من الاسعار ديت ويهل علينا رمضان وكل حاجه رخيصه يا رب. الفراخ ب115، انتوا متخيلين؟ وهي فيها البيض، يعني هي فرخه بلد اللهم بارك يا رب بألف هنا وشفا يا رب. ب115 الكيلو. فبجد بجد عرفوني كده الاسعار عندكم عامله ايه، البصل عامل ايه اسعاره، الخضار الكلام ده كله، لاني بجد بسمع في الخضار كده اسعار مريبه. يعني الواحد بيخاف يسال علشان ما يتخضش والله من الاسعار. في بعد كده الطماطم، يمكن في فيديو المشتريات اللي فات قلت لكم ان الطماطم ب5 جنيه، دي ب6 جنيه ونص. يعني كيلو ونص ب10.
فالطماطم الكيلو ونص ب10. المره اللي فاتت لما كنت جايباها ما صورت لكم يعني كانت ب5 جنيه، فالاتنين كيلو ب10، لكن دي كيلو ونص ب10. فالحاجه دايما بتغلى زي ما احنا شايفين عشان رمضان. الناس بتستغل رمضان، انا معرفش ليه بصراحه. الناس بتستغل اي حد، مش رمضان بس، بتستغل اي حاجه واي اسعار. والله العظيم حقيقي انا واحده من الناس ما بقتش عارفه اتعامل مع الناس بسبب استغلالهم. بس عايزه اقول لكم على حاجه، يعني الواحد طالما نيته لله صافيه وان هو بيتعامل بما يرضي الله، اقسم بالله ربنا بيكرمه. يعني اما تلاقي ان يعني مثلا بتتعاملي مع اللي قدامك ان انا هديك حقك بس اديني حقي، بس تلاقيه هو بيستغلك. فاللي هو طب ليه؟ يعني هو الحاجه اللي انت هتستغليني فيها دي هي اللي هتغنيك، ما هو حرام. فاللهم لك الحمد. يعني ايه ان الواحد ما بيقبلش على نفسه ولا ان هو يخدع حد ولا الكلام ده كله، اقسم بالله. اللهم لك الحمد يا رب على صفاء النيه. ربنا يجعلنا دايما من الناس اللي نيتها صافيه. ده بقى برتقال بلدي علشان بقى كيكه، والعصير البرتقال بالجزر عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب. ده ب5 جنيه كيلو، حلو جدا. انا بحب على فكره اجيب البرتقال البلدي واخزنه، يمكن عندي من السنه اللي فاتت في تفريزات رمضان بتاعه السنه اللي فاتت لسه عندي في الفريزر منه. فده ب5 جنيه. الشرشوبه دي انا عايزه اقول لكم هي متجابه هنا بس حلوه جدا، اللي هي القماشه القطيفه دي اللي بتشرب ميه وبتلمع، ديت حلوه قوي. فعايزه اقول لكم انا هجيب واحده لان هي حلوه ما شاء الله، مليانه من جوه. يعني سيبكم من الوبر دوت، طبيعي يبقى فيها وبر، هتتنفض كده وتتبل ميه والوبر هينزل. بس هي كنوعها حلو يعني ما شاء الله. فهجيب واحده هي ب7 جنيه، فسعرها حلو رخيص. لاني الشرشوبه اللي عندي اتقطعت بصراحه، فحلوه جدا ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. جميله ب7 جنيه وسعرها حلو على فكره. في بقى البطاطس انا عندي كيلو وربع ب10، لكن هنا الكيلو ونص ب10. يعني انا عندي بصراحة بطاطس هي حلوة وتحمير وكل حاجة، بس الكيلو وربع ب10. فاللهم لك الحمد. يعني دي كيلو ونص ب10، فحلوة ما شاء الله. في بقى الكوسة دي كيلو ب8 جنيه. هي طبيخ مش حشو. يعني احنا بصراحة الحشو بنحبها الصغيرة مش الكبيرة دي، شوية دي كبيرة شوية. فديت ب8 جنيه. ده نص كيلو ب4 جنيه. في بعد كده بقى معايا ايه اللهم صل على النبي، المكرونة دي ب10 جنيه. هي حوا حلوه جدا ما شاء الله، اللهم بارك. حلوه في طعم وحلوه في سوا والكلام ده كله. فجبنا 3 قصدي سباكيتي و2 بنه. دي ب10 جنيه اهي، السعر مكتوب عليها ب10 جنيه. فجبنا 3 سباكيتي و2 قلم. بس اللهم صل على النبي. ايه الشعريه هو كيلو ب20 جنيه سايب، فالكيلو ب20 جنيه. فاحنا جبنا كيلو ب20 جنيه شعريه سايبه. احنا عاده يعني هنا بنحب نجيب اللي هو الشكاير، شكاره بتقعد يعني بفتره وكده. بس دوت سايب الكيلو ب20 جنيه. والمكرونه ب10 جنيه زي ما قلت لكم. وزي ما قلت لكم سعر الفراخ هنا ب115 جنيه. طبعا عارفين ان الاسعار دي دبل على طول، او يعني مش دبل قوي. قبل رمضان، استغلال رمضان واستغلال ان الناس بتبقى ضروري تجيب الحاجه ديت ومحتاجه ان هي تجيبها، فبتستغل ان الناس مضطره. فربنا يرحمنا وما يجعلناش ابدا سبب في استغلال حد لحد ابدا، ولا يجعلنا ان احنا نستغل حد ابدا، لان الاستغلال وحش، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها وعارفين الناس ظروفها عامله ازاي. فبس الجشع عند التجار ما بيفكروش بعقلهم ولا بان هم يحسوا بالناس، لا بيفكروا بالماديات اكتر. فربنا يا رب يرحمنا من جشع التجار يا رب، اللهم امين. دي كده مشترياتي النهارده، مشتريات الخضار والفراخ. قلت لكم السعر بتاعها، وزي ما قلت لكم انا لحد دلوقتي انا عايشه على امل البطه ان هي تكمل معايا وتنتج لي كده حاجه كويسه، وابدا ان انا اكلها بس على رمضان. اكيد هصورها معاكم بامر الله، لاني ناويه كده في دماغي اعملها بطريقه ان شاء الله حلوه يعني. بس ده كان فيديو مشتريات النهارده، اتمنى يعجبكم يا رب. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ودعوه حلوه من القلب ليا، ودعوه بالرحمه لجميع موتاي وموتاكم. واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.